امتحان محافظة الأقصر إدارة إسناء التعليمية. أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب الأرقام التي عليها. واحد، المحيط. هنبص على المؤشر هنا يا شباب، طبعا المحيط اللي موجود هنا وهو المحيط عندنا الهندي. اتنين، جبال. الجبال اللي هنا دي موجودة في مصر والسودان، اسمها جبال البحر الأحمر. تلاتة، دولة بها فائض في الموارد. طبعا الدولة رقم تلاتة من أكبر الدول في الجناح الآسيوي وهي دولة السعودية. أربعة، إقليم مناخي. الإقليم المناخي اللي هنا ده بيطل على البحر المتوسط، يبقى إقليم مناخي البحر المتوسط. ما المقصود بكل من الموقع الجغرافي؟ الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى، قد تكون بحار وأنهار أو جبال أو محيطات. الزيادة الطبيعية، طبعا الزيادة الطبيعية هي الزيادة الناتجة عن الفرق بين معدل المواليد ومعدل الوفيات. السؤال اللي بعده، في أي الدول العربية توجد كل ظاهرة جغرافية مما يأتي؟ نهر الليطاني، طبعا نهر الليطاني موجود في دولة لبنان. وادي العلاقي، طبعا وادي العلاقي موجود في دولة مصر. صوب ما تحته خط يصل مضيق هرمز بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. طبعا المضيق اللي يصل بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي هو مضيق جبل طارق. تقع هضبة حضرموت وسط شبه الجزيرة العربية. احنا عندنا 3 هضاب في شبه الجزيرة العربية: بادية الشام في الشمال، ونجد في الوسط، وحضرموت في الجنوب، فبالتالي الهضبة هتكون هضبة نجد. تنمو أشجار البلوط الفليني في الإقليم المداري. طبعا اللي بينمو في الإقليم المداري أشجار اسمها أشجار الصمت، تستخدم في صناعة الصمغ العربي. يعمل سكان البدو بحرفة الزراعة. طبعا سكان البدو يعملون بحرفة عندنا سكان البدو يعملون بحرفة، أو سكان الريف سوري يعملون بحرفة الزراعة، أما سكان البدو يعملون بحرفة الرعي. من العوامل الطبيعية التي تؤثر في توزيع السكان في الوطن العربي: النقل والمواصلات. طبعا العوامل الطبيعية كتيرة جدا، منها المناخ، منها عندنا التربة وموارد المياه، ومنها التضاريس. السؤال اللي بعده، بما تفسر الأهمية الدينية للوطن العربي؟ طبعا أهمية الوطن العربي الدينية هي موطن للديانات الثلاثة، اليهودية والإسلامية والمسيحية، وبها أماكن مقدسة زي الكعبة المشرفة في السعودية، كنيسة القيامة في فلسطين، والمسجد الأقصى وقبة الصخرة بفلسطين. اتنين، ارتفاع نسبة الإعالة في الوطن العربي. طبعا يرجع ارتفاع نسبة الإعالة إلى ارتفاع نسبة كبار السن، وارتفاع نسبة من هم في سن التعليم، وارتفاع نسبة صغار السن، وارتفاع نسبة البطالة. جيم، ما العلاقة بين الحروب والصراعات وتوزيع السكان في الوطن العربي؟ طبعا العلاقة ما بينهم، تؤثر الحروب والصراعات في توزيع السكان بسبب مقتل عدد كبير والهجرة الإجبارية للعدد الأكبر من السكان. ثانيا، التاريخ، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. قامت في شمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مملكة سبأ، معين، حمير، الغساسنة. يبقى قامت في شمال شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام عندنا مملكتين، الحيرة والغساسنة، وهنا مكتوب الغساسنة. قصد الرسول الطائف يلتمس النصرة من قبيلة بكر، خزاعة، ثقيف، ولا بني سعد؟ طبعا الرسول راح الطائف يلتمس النصرة من قبيلة ثقيف، ولكنهم رفضوا دعوته وأمروا بإيذائه. كانت غزوة تبوك 9 هجريا موجهة ضد اليهود، قريش، الفرس، الروم. طبعا غزوة تبوك دي كان آخر الغزوات اللي موجودة عندنا في المنهج، كانت موجهة ضد الروم وانتهت بانسحابهم. قام الخليفة نقط بنقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. طبعا الخليفة اللي قام بنقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة هو علي بن أبي طالب. السؤال اللي بعده، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة.
بدأت مرحلة نشر الدعوة الإسلامية عالميا بعد صلح الحديبية عام 6 هجريا. طبعا الإجابة هتكون صواب. اتخذ الخليفة أبو بكر الصديق من هجرة الرسول بداية التقويم الهجري. طبعا الخليفة أبو بكر الصديق مش هو اللي اتخذ التقويم الهجري، اللي عمل التقويم الهجري كان الخليفة عمر بن الخطاب. جيم، الخلفاء الراشدين نرى فيهم المثل الأعلى والقدوة الحسنة لنهتدي بهم. في ضوء العبارة السابقة أجب عما يلي: ما رأيك في موقف الخليفة عمر بن الخطاب من أهل بيت المقدس؟ طبعا أتفق مع عمر بن الخطاب حيث قام بتأمينهم على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم. دلل تاريخيا على صحة العبارة التالية: أنفق عثمان بن عفان الكثير من أمواله في سبيل الإسلام. هنا هنقسم الدنيا إلى زمن الرسول وزمن أبو بكر. زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أنفق عثمان بن عفان أموالا طائلة لتجهيز جيش غزوة تبوك، اللي هو غزوة العسرة أو جيش العسرة. زمن أبو بكر الصديق تبرع بقافلة تجارية لفقراء المسلمين ورفض العروض الشراء من المقدمة من الشراء من التجار. أوكي كده عندنا السؤال الرابع: لمن تنسب الأعمال التالية؟ أول سفير في الإسلام، طبعا أول سفير في الإسلام كان مصعب ابن عمير. أحد الذين ادعوا النبوة بعد وفاة الرسول، طبعا أشهرهم واحد اسمه مسيلمة الكذاب. أشار على الرسول بحفر خندق حول المدينة. طبعا اللي أشار على الرسول بحفر خندق هو سلمان الفارسي. 4. أثار الفتنة بين المسلمين في أواخر عهد عثمان بن عفان. طبعا أكتر واحد عمل فتنة هو عبد الله ابن سبأ. اكتب ما تشير إليه كل عبارة مما يأتي: معارك خاضها المسلمون بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، دي اسمها الغزوات. أهل مكة الذين خرجوا من ديارهم من مكة إلى المدينة بهدف نشر الدعوة الإسلامية، طبعا عندنا اسمهم المهاجرين. ما النتائج المترتبة على اجتماع المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طبعا ترتب على اجتماع المهاجرين والأنصار ظهور نظام الخلافة واختيار أبو بكر أول خليفة للمسلمين. 2. انتصار المسلمين على الفرس في معركة نهاوند عام 21 هجريا. طبعا ترتب على ذلك نهاية دولة الفرس، وسميت هذه المعركة بفتح الفتوح. وبكده يا شباب انتهينا من أسئلة الامتحان. يا ريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم، واشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد. وكان معكم مستر إبراهيم كامل.